السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخباركم إيه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. بتحب المية الساقعة؟ بتحب تشرب المية الساقعة؟ بالذات بعد الأكل بتحس بانتعاش كده. طيب، دي عادة أغلبنا بيعملها غلط، وبتأثر على مشاكل المعدة، كلى، الكبد، المرارة. بتأثر على حياتنا عموما، بتأثر على المناعة كمان. في عادة أغلبنا بيعملها كل يوم بعد ما بناكل كده وجبة دسمة أو وجبة سخنة، نفتح التلاجة نشرب مية ساقعة، نحس بانتعاش جميل. بس الحقيقة دي أكبر عادة من العادات الخطأ اللي احنا بنعملها، بتدمر جسمك وانت مش واخد بالك. طيب، تعال اشرح لك ايه اللي بيحصل لما بتشرب مية ساقعة بعد الوجبات الدسمة او الوجبات السخنة. بس قبل ما نشرح متنساش تعمل اشتراك ولايك وشير للفيديو ده عشان يوصل لكل اللي بتحبهم، عشان المعلومة توصل لهم صحيحة ويحافظوا على نفسهم ويحافظوا على صحتهم. بص يا سيدي، انت لما بتشرب مية ساقعة بعد الاكل جسمك بيحاول، وبالذات لو مية ساقعة يعني، جسمك بيحاول يحافظ على درجة حرارته الطبيعية اللي هي تقريبا في حدود 37 درجة. المية الباردة بتخلي المعدة والدورة الدموية تتقل، وبالذات الدورة الدموية حوالين الجهاز الهضمي. يعني بعملية الهضم بتبقى أبطأ بكتير، بتبقى بطيئة جدا. والدهون اللي كنت حضرتك أكلتها سخنة تمام بتتجمد جوه المعدة، وده بيصعب على الأنزيمات، بيصعب الموضوع على الأنزيمات أصلا إنها تهضمها. فدي طبعا مشكله في الهضم هتبقى فظيعه، وهتقابلها لو انت عملت العاده دي. مش بس بقى كده، ازيدك بقى من الشعر بيت. الميه البارده بتسبب تقلص لجدار المعده، فبتبقى حاسس بعد الاكل بانتفاخ، الم، في رغبه في التجشؤ بعد الاكل. ولو عندك مشاكل في الكبد او في المراره بتبقى المشكله اكبر بكتير كمان، لانك انت بتخلي الجسم يعمل مجهود زياده عن اللزوم قوي عشان يحاول يهضم الدهون اللي حضرتك جمدتها، ومش ما بقتش سايله ولا سهل ان هي الانزيمات تهضمها، والدهون نفسها ما بقتش سهله انها حتى تتكسر. فدي من ضمن المشاكل. طب المفروض نعمل ايه؟ الموضوع في كلمتين بسيطه جدا. عايز تشرب ميه ساقعه اشربها قبل الاكل بنص ساعه، لكن بعد الاكل لا. لكن عايز تشرب ميه بعد الاكل تشربها ميه درجه حراره الغرفه العاديه، يعني من الحنفيه، او لو دافيه كمان هتكون احسن. لو دافيه شويه هتكون النتيجه كمان افضل معاك في الهضم. ده الميه الدافيه بتساعد اصلا المعده ان هي تهضم بسهوله وتبقى براحتها، والهضم يبقى كويس جدا، ومفيش انتفاخ، مفيش غازات، مفيش تقلصات، مفيش حموضه، مفيش تجشؤ، الكلام ده كله. ولو نفسك في الانتعاش زي ما قلت لك يبقى الميه الساعه دي قبل الاكل بنص ساعه، لكن بعد الاكل ممنوع تماما. طيب، في دراسه في جامعه هارفارد بتقول ان شرب الميه البارده بعد الاكل بيقلل امتصاص الفيتامينات والمعادن بنسبه 20%. انت واخد بالك يعني ايه بقلل الفيتامينات، امتصاص الفيتامينات والمعادن بنسبه 20%؟ يعني مع الوقت اللي احنا بنستخدم فيه العاده السيئه دي، تمام، بضعف المناعه وبعمل تعب عام للجسم، وممكن يعمل خلل في توازن كمان الجسم. فخلي بالك ان العاده دي فعلا سيئه جدا ومضره جدا بالجسم. يعني هنقول باختصار للحلقه دي، الميه طبعا نعمه محدش يقدر ينكرها ومحدش يقدر يبعد عنها. بل بالعكس احنا بنقول للناس انها تشرب كميه ميه معينه وزياده عشان الجسم يبقى التوازن فيه يبقى افضل، والهضم فيه يبقى احسن، والشعر يبقى فيه احسن، والبشره تبقى احسن، والكلى تشتغل احسن، والكبد يشتغل احسن، وكل وظائف الجسم تشتغل احسن. بس نشربها بطريقه مظبوطه في مواعيد مظبوطه. يعني خليك دايما فاكر ان الميه البارده او الميه الساقعه نشربها قبل الاكل بنص ساعه مش بعد الاكل، ودي اهم حاجه عشان النعمه معانا ما تبقاش نقمه. الميه نعمه، فما نقلبهاش لنقمه علينا. ولو عايز تحافظ على معدتك وكبدك يبقى اشربها بدرجه حراره الغرفه او ادفى شويه بعد الاكل. اهم حاجه اطلب منكم بس طلب ان احنا نشترك في القناه، ونعمل لايك للفيديو ده بالذات، ونعمل شير على قد ما نقدر عشان المعلومة توصل للناس اللي حياتها بتستخدم فيها عادات خطأ بتضر، بترجع بتضرر طبعا على الجسم كله. ان شاء الله اشوفكم في حلقة جديدة، وما تنسوش الدعاء للمسلمين اجمعين، ربنا ينصر المسلمين يا رب اجمعين.
وما تنسوش تحافظوا على صحتكم، والرجوع للطبيعة أفضل من إن أنا أجري على الأدوية. أشوفكم بخير بإذن الله في حلقة جديدة. السلام عليكم.